بغي نقول نعاود نأكد هو أننا كجامعة وطنية هذه الجامعة تأسست من أجل المصلحة العامة لا غير، والناس اللي في القطاع اللي وقفوا التأسيس ديال الجامعة عرفوا على أنقاض أش تأسست هذه الجامعة، وبالتالي في جميع البلاغات ديال الجامعة غادي تلاحظوا أنه الباب ديالنا مفتوح للتنسيق. ما توصلت شيء بالرأي ديال السلطة القضائية في هذا الموضوع، وهذا الشيء كيزيد الطين بلة وكيخلي علامة استفهام مازالت قائمة، وبالتالي بحال قلتي وقود لتأجيج الوضع القائم ضد فيما يخص ملف النظام الأساسي. فمن خلال هذا المنبر كنطلبوا من الجهات المعنية قصيد السلطة القضائية والوزارة بحكم أنها هي المسؤولة عن المشروع إلى التعجيل بإعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع ديال هيكلة المحاكم اللي كيف قلت النقابات ومن الجامعة الوطنية للقطاع العدل أسبق أنها بدات الاقتراحات ديالها من بعد ما استطعنا أن نكون واحد اللجنة كانت مهمتها إعداد تقرير وخلاصات في هذا الموضوع. أقصد وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة ضد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي بحكم أنه وزارتين معنيتين بهذا الملف. لاحظنا نوع من التعامل الباهت للأسف الشديد مع هذا المحضر. هذا التأخير كيف تبعتوه جات من وراء حركة احتجاجية على مستوى بعض القطاعات الحكومية ما كاينلاش نذكرها، وتم تهميش ملف هيئة كتابة الضبط. صحيح أنه الاعتبارات اللي سبق لي أكدت أنه قبل حتى ملف تعديلات النظام الأساسي كنا في الجامعة الوطنية نولي نفس حول الإسراع في تنزيل الخلاصات ديال النطاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد كوبي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل. في البداية أشكركم كمنابر إعلامية حرة على تغطيتكم لهذه الندوة الصحفية التي تنظمها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بمدينة العيون الحبيبة، التي عرفت اليوم تدشين صرح إداري وقضائي والمتمثل في إعادة تهيئة بحلة جديدة المحكمة الابتدائية بمدينة العيون العزيزة، والتي نتمنى لجميع الصاهرين والعاملين فيها التوفيق في أداء مهمتهم ورسالتهم. عود على بدء بخصوص موضوع الندوة الصحفية التي تتبعتموها، فهي تأتي في إطار المنهج الذي تسلكه الجامعة الوطنية، أنه كلما استجد جديد على مستوى القطاع تريد أن تسلط الضوء عليه وتقرب الرأي العام الوطني من حقيقة ما يجري. كيف كتعرفوا احنا في الجامعة الوطنية كنقابة حوار كرسنا السلم الاجتماعي بالتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين على مستوى القطاع. لدينا منهجية تشاركية واضحة على مستوى وزارة العدل أثمرت الخروج بمحضر اتفاق في 9 ماي 2023 حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تم إحداثه منذ 2011. وطيلة هذه المدة يعني أزيد من سنة ونصف تقريبا، وكنا نحاور الوزارة التي تحاور بدورها الأطراف الحكومية المعنية من أجل أجرأت وتنزيل ما تم تسطيره في هذا المحضر، ولكن للأسف لاحظنا نوع من الفتور الذي تعاملت به الحكومة والاستخفاف مع هذا المحضر المشروع والنموذجي لهيئة كتابة الضبط. صحيح أنه ما يمكنناش نبقاو جالسين كنتفرجوا وعلينا مسؤولية كممثلين ديال الموظفين ديال هيئة كتابة الضبط، وحنا كنشوفوا أن الحكومة لم تحرك ساكن في أي اتجاه، وبالتالي
دخلنا في أول حركة احتجاجية في مارس الماضي، واعطينا مهلة أيضا للوزارة ومن خلالها للأطراف الحكومية مهلة من أجل التفكير في حلحلة هذا الملف. ولكن للأسف الشديد بالرغم أننا أعطينا هذه المهلة لاحظنا أن هناك تسويف فيما يخص معالجة هذا الملف، والذي عرف تصعيدا للأسف الشديد ونحن في غنى عنه. يعني لو الحكومة خدمت شوية ديال الحكمة كان هذا المشكل يتحل بكل بساطة، ولكن لأسباب لحد الساعة بكل صدق وبكل أمانة نجهلها. لماذا هذا الصمت الحكومي؟ لماذا هذا الاستخفاف تجاه هيئة كتابة الضبط؟ وبالتالي احنا في الجامعة الوطنية ما كناش من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا أننا نبقوا مكتوفي الأيدي، ودخلنا في هذا المسار الاحتجاجي اللي غادي نتشنو غدا أيضا حركة احتجاجية أيام 23 24 و 25 يوليوز. كنتمنى أن الرسالة تكون وصلت للحكومة، لأن احنا ماشي نقابات ديال الصداع ولا ديال الغوات ولا ديال تعطيل الأمور والإجراءات ديال المواطنين. احنا كلنا مواطنين، احنا كلنا مغاربة، ولكن فقط كنكرسوا واحد مبدأ دستوري اللي هو حق الإضراب، حق مشروع. الحمد لله الحرية في البلاد كاينة وحنا منقبة مسؤولة. كنتمناو أن الحكومة تلتقط هذه الرسائل اللي صفتها لهيئة ديال كتابة الضبط من خلال الجامعة وبقية التمثيليات، ونتمنى صادقين أن الرسالة تكون وصلت وتكون الحكومة جادة فعلا في حالة وإيجاد حل لهذا المشكل القائم. السلام عليكم ورحمة الله.